هنتكلم النهاردة عن أنواع محطات الفلاتر في شبكة الري الزراعية. طيب خلينا قبل ما نتكلم عن الفلاتر هنتكلم عن ايه هي مكونات شبكة الري في الأول. عندي شبكة الري بتبتدي زي ما انتوا شايفين في الصورة اللي قدامكم مصدر المية، بعد كده بيجي المضخة، بعد كده بتيجي محطة الفلاتر، بعدها وحدة التسميد بتاعتي، بعد كده يجي الخط الرئيسي وبعدين الخط الفرعي وفي الآخر خالص خط التغذية. دي تعتبر هي المكونات الرئيسية لشبكة الري بتاعتي. طيب خلينا نرجع لموضوع النهاردة وهو محطات الفلاتر. أول حاجة، يا ترى ايه هي محطات الفلاتر دي؟ محطات الفلاتر هي نظام بستخدمه علشان أقدر منه أنقي المياه من الشوائب، أزيل كل الشوائب اللي موجودة في المية بتاعتي اللي داخلة للري. يا ترى ايه هي بقى أنواع الشوائب اللي موجودة في المية؟ أنا عندي الشوائب منها شوائب صلبة، ودي زي الرملة زي الطمي. عندي شوائب بيولوجية زي الطحالب البكتيريا، شوائب كيميائية زي المواد الكيميائية أملاح معادن. دي تعتبر الشوائب اللي موجودة عندي في المية. طيب خلينا نشوف على أي أساس بيتم اختيار محطات الفلاتر. أول حاجة عندي بيبقى حسب نوع المية المستخدمة. تاني حاجة بيبقى حسب نظام الري المستخدم، هل هو نظام ري رش تنقيط ولا هو ري بالغمر. بعد كده حجم الجزيئات أو الشوائب المطلوب التخلص منها، هل الشوائب دي كبيرة شوائب صغيرة، بناء عليها بيتم اختيار الفلتر المناسب. كمية المية والتدفق بتاعها، يعني التصرف بتاع المية بتاعي، عشان من خلاله أقدر أحدد المقاس الفلتر المطلوب. كمان وده من العوامل الرئيسية طبعا التكلفة، هل أنا حاطط تكلفة قد إيه؟ بناء على التكلفة بتاعتي دي هحدد هل أنا هستخدم فلتر ميتال فلتر بلاستيك حسب التكلفة بتاعتي. بعد كده خلينا نتكلم على مصدر المية. طيب أنا عندي لو المصدر المية بتاعي مياه أنهار أو ترع أو قنوات، في الحالة دي بستخدم الفلاتر الميديا. طيب لو أنا عندي مصدر المية ده أبار، في الحالة دي أنا بستخدم الفلتر السكرين. لو أنا عندي برضو أحواض أو بحيرات ممكن أستخدم الفلتر الديسك. كمان خليني أقولك إن الفلتر الميديا بيستخدم بعده فلتر تاني، ممكن يكون فلتر ديسك أو فلتر سكرين، وده طبعا بيزيد من عملية تنقية الشوائب الموجودة في المية عندي، يعني فلتريشن أعلى. طيب دلوقتي تعالوا نقول ايه هي بقى يا ترى أنواع الفلاتر اللي موجودة عندي اللي أقدر استخدمها في شبكة الري الزراعية. أول نوع فلتر عندي وهو الفاصل الرمال أو الساند سيبريتور. طيب فاصل الرمال بتاعي ده بستخدمه ليه؟ هو شكله الأول زي الصورة اللي قدامكم دي، ده بستخدمه لفصل الحبيبات الكبيرة أو الرمال الكبيرة حجمها كبير، بيبتدي ان هو يفصل الشوائب اللي حجمها كبير. وممكن استخدمه قبل ما استخدم فلتر تاني، يعني بعد فاصل الرمال اقدر استخدم فلتر تاني لإزالة الشوائب الأقل سمك أو حجم، للشوائب اللي حجمها أقل شوية، وده بيزيد من عملية الفلتريشن بتاعتي. عندي كمان فلتر الرملي اللي هو الفلتر الميديا. الفلتر ده زي ما انتوا شايفين شكله قدامكم كده، بقدر استخدمه مع البحيرات لإزالة الشوائب البيولوجية. عندي بعد كده الفلتر الديسك. الفلتر الديسك زي ما انتوا شايفينه كده هو عبارة عن فلتر وليه أقراص، تبقى ليه أقراص داخلية بيحصل من خلالها عملية الفلتريشن. وفي الآخر خالص عندي الفلتر الشبكي اللي شكله زي ما انتوا شايفينه قدامكم، بيبقى في شمعة داخلية من جوه على شكل شبكة،
وبناء عليها بنقدر ان احنا نتخلص من الشوائب بتاعتنا. قلنا ان هو بيستخدم في الابار، فبقدر ان انا اتخلص من حبيبات الرمال. خلينا نمسك كل فلتر منهم ونتكلم عنه باستفاضة. اول فلتر معايا هو فلتر فاصل الرمال، زي ما قلنا الساند سيبريتور. طيب الفلتر ده هو بيستخدم لفصل الرمال من مياه الري اللي بيكون فيها نسبة عالية من الرمل او جزيئات صلبة كبيرة. هو شكله مخروطي زي ما انتوا شايفين، من خلال حركة دوامية داخلية عند دخول المية بتبتدي الشوائب بتاعتي اللي حجمها كبير، او زي ما قلنا الرمال اللي حجمها كبير، تبتدي ان هي تترسب من خلال الجزء اللي موجود قدامكم ده في الاخر الاسطواني، وفي الاخر بيتم من خلال الفتحة اللي موجودة في الاسفل بنفتحها ونخرج منها الشوائب دي، ويحصل عملية التنظيف للفلتر بتاعنا. وبكده نقدر ان احنا شلنا الشوائب اللي حجمها كبير. اذا المية لازال فيها شوائب ولكن باحجام اقل. عشان كده بقول لكم ان بيستخدم بعده فلتر تاني لازالة الشوائب اللي حجمها اصغر. يعني يعتبر هو مرحلة اولية للفلتريشن لمصادر المية اللي فيها نسبة شوائب عالية او حجمها اكبر. طيب ده بالنسبة لفاصل الرمال، وزي ما شرحت لكم شكله عامل ازاي وطريقة عمله. كمان ده شكل قدامكم اهو، بيقول لك فكرة العمل بتاعته ازاي اللي احنا لسه شارحينها، والشكل بتاعه بيوضح لك ان بيتركب ازاي من مصدر المية. يبتدي ان هو يتركب بعد مصدر المية، وبعده زي ما احنا شايفين بقدر ان انا اركب سواء بقى فلتر ديسك، فلتر ميديا، فلتر سكرين، وهكذا. خلينا نتكلم بعد كده عن الفلاتر الرملية. فلتر الميديا. فلتر الميديا زي ما انتوا شايفين شكله قدامكم، زي ما قلنا هو بيستخدم لإزالة الشوائب البيولوجية زي الطحالب اللي بتبقى موجودة في القنوات والأحواض. الفلتر ده بيبقى شكله عامل ازاي من جوه؟ زي ما انتوا شايفين في الصورة اللي قدامكم، الفلتر بيبقى من جواه في شمعات هي على شكل مشروم من مادة البلاستيك، بتبدأ محطوطة قدامكم زي ما انتوا شايفين كده مرصوصة جوه الفلتر عشان يعمل عملية فلتريشن من خلالها. فوق الشمعات دي بيكون موجود طبقة ميديا، سواء كانت بازلت او سيليكا، هي رمال، عشان كده هو فلتر ميديا او فلتر رملي. من خلاله بيكون لها احجامها كلها متساوية، من خلالها بيتم ازالة الشوائب او حجز الشوائب بتاعتنا على السطح، وبكده نقدر ان احنا نعمل الفلتريشن. ولما يحصل عندي فرق ضغط في الشبكة بتاعتي، الفلتر الشوائب جواه زادت، فمن خلال فرق الضغط ده بيقدر الفلتر يدي اشارة للوحة التحكم بتاعته، ومن خلالها بيدي اشارة لمحبس الغسيل انه محتاج يعمل عملية غسيل عكسي، فتلاقي المية بتدخل في اتجاه معاكس لضخ المية اثناء الري. ومن خلال كده بيكون كل الشوائب اللي اتجمعت عندي واترسبت على السطح بتاع الفلتر بتبتدي ان هي تخرج من خلال خط الغسيل الخاص بمحطة الفلاتر الميديا. بالطريقة دي بنقدر ان احنا نعمل عملية غسيل عكسي لتنظيف الفلتر. طيب خلينا نتكلم عن صيانة الفلتر الميديا. بيتم إجراء الغسيل العكسي بانتظام لإزالة الشوائب المتراكمة في الرمال، سواء اوتوماتيك أو يدويا زي ما أنا شرحت لكم من شوية. يعني من خلال حركة اوتوماتيك للوحة التحكم زي ما قلت لكم، أو ممكن من خلال مانوال إن حد بيفتح المحبس ويبتدي بيفتح الفلتر ويبتدي عملية التنظيف للفلتر يدويا. تاني حاجة لازم أتابع الميديا بتاعتي أو كمية الرملة وأشوف التغير في سمكها وشكلها على مر السنوات، لأن بيتغير شكلها بناء على الاستخدام، فممكن ان انا اغيرها كل 3 أو 5 سنين
او لما الاقي ان كميتها بتاعتي او كفاءتها قلت. لازم اراقب ضغط المية بتاعتي قبل الفلتر وبعده عشان اتأكد ان مفيش زيادة في الضغط، لان ده بيشير لوجود انسداد في الفلتر. طب يا ترى ايه هي التوصيات اللي انا بوصي بيها عند تركيب الفلتر الميديا ده في المحطة بتاعتي؟ اول حاجة اتأكد من تثبيت الشمعات دي كويس جدا. تاني حاجة اتأكد من عدم وجود اي تسريب في الوصلات بتاعتي اللي انا حاططها، ما يكونش في عندي اي تسريب فيها، لان ده هيسبب لي بعد كده مشكلة كبيرة وهي الانسداد. طيب كمان لازم اتأكد من عملية غسيل العكسي، يعني اعمل عملية غسيل عكسي مبدئية اتأكد بيها ان التركيب بتاعي مظبوط، وكمان اقدر استفيد منها ان انا اتخلص من الاتربة والغبار قبل عملية التشغيل بتاعتي وقبل عملية الري. تعالوا نتكلم عن الفلتر اللي بعد كده، وهو الفلتر الاسكرين، الفلتر الشبكي. زي ما احنا شايفين شكله قدامنا كده، الفلتر الشبكي فيه منه اكتر من نوع. خلينا نقول في الاول الفلتر الشبكي بستخدمه لازالة الشوائب، زي ما قلنا بيحجز الشوائب بتاعتي ويعمل فلترة للمية عشان اقلل بيها الانسداد في الشبكة. طيب يا ترى الفلتر ده فيه منه نوع واحد مقاس واحد؟ لا، الفلتر ده زي ما انتوا شايفين قدامكم كده انواعه. عندي منه اوتوماتيك، فلتر سكرين اوتوماتيك، وده بيبقى كله اوتوماتيك دون تدخل يدوي. عندي بعد كده منه السيمي اوتوماتيك، زي ما انتوا شايفين بيبقى ليه يد من فوق، من خلال حركة ميكانيكية بيتم بيكون فيه من جوه زي عمود، وبيبقى عليه فرش او نزل. من خلال الحركة الميكانيكية دي بيبتدي ان هي بتزيل الشوائب وتسقط في الاسفل، وبعد كده لما تتراكم بنفتح المحبس اللي موجود في الاسفل ونزيل مع عملية الغسيل والتنظيف للفلتر. الشوائب دي بتبتدي ان انت تزيلها. عندي بعد كده الفلتر السكرين اللي يدوي، وده بيكون 100% يدوي، مفيهوش اي تدخل ميكانيكي. فبيبتدي ان انت عملية الغسيل بتاعته بتفتحه وتغسل الشمعات بتاعته وتنضفها كويس جدا وتبتدي تركبه تاني. خلينا نتكلم دلوقتي عن اخر نوع من انواع الفلاتر معانا، وهو الفلتر الديسك. طيب الفلتر الديسك برضو نفس الوظيفة، هو مهمته ان هو يحجز الشوائب بتاعتي ويعمل لي فلترة لمياه الري عشان اقدر برضو اقلل بيها الانسداد في الشبكة. يا ترى الفلتر الديسك في منه نوع واحد ولا ايه بالظبط مقاساته؟ خلينا برضو نتكلم عنه. زي ما انتوا شايفين قدامكم كده عندي انواع الفلتر الديسك. في منه فلتر ديسك يدوي، وده في منه يا اما شمعة او شمعتين مزدوجين، زي ما احنا شايفين في الصورة كده بيبقى شمعتين قصاد بعض، يعني عمود عليه اقراص وقصاده عمود اخر مماثل ليه. ده بيزود طبعا الفلتر ده بيكون التصرف بتاعه اعلى، بيقدر يشيل كمية مية اكبر من اللي فيه شمعة واحدة. عندي منه كمان غير المانيوال ده عندي الاوتوماتيك، والاوتوماتيك ده نفس برضو فكرة الفلتر السكرين، هو بيبقى اوتوماتيك وعليه لوحة تحكم وبيعمل عملية غسيل عكسي اوتوماتيك. من خلال فرق الضغط ابتدي ان انا اللوحة تدي اشارة فيبتدي يعمل عملية غسيل باتجاه معاكس لازالة الشوائب اللي موجودة عندي، وده كله اوتوماتيك. بكده نكون اتكلمنا عن محطات الفلاتر وشرحنا انواعها والتفصيلات اللي موجودة فيها. خلينا اخرا هنتكلم عن اشهر انواع البراندات اللي موجودة في مصر لمحطات الفلاتر او الفلاتر دي. عندي انواع كتير جدا موجودة منهم في السوق، توكيلات كتير جدا بتتكلم عن الفلاتر. عندي مثلا اركال، عندي اودس، عندي نتافيم، عندي اريتك، ايتوك، ريفولوس، ارمش، اليزيه، برماد، امياد، ازوت، وغيرها كتير.
دي تعتبر من اشهر البراندات اللي موجودة في السوق المصري، اللي بتنتشر بيها محطات الفلاتر او فيها فلاتر. الماركات دي في منها مالتي انترناشونال، في منها تركي، في منها اسرائيلي للاسف، في منها ايطالي. دي تعتبر كل البراندات اللي موجودة او اغلبها. اتمنى تكونوا استفدتوا حاجة النهاردة من محاضرة الفلاتر دي. حاولت بقدر الامكان اديكوا نبذة تعريفية عن يعني ايه فلتر، يعني ايه مكوناته، شكله عامل ازاي، استخدامه عامل ازاي، مميزاته ايه، البراندات الموجودة منه في السوق المصري. اتمنى تكونوا استفدتوا حاجة، والى اللقاء ان شاء الله في محاضرة تانية. السلام عليكم.